طيب احنا النهارده معانا ضيف انا مش عارف الحقيقه. احنا معانا انت الاول هو بس. ده مبدئيا معانا انت الاول بس. ويلكم باك. مبدئيا يعني. وباين الخطوبه عليا بقى في الستايلينج والكلام ده. لا مبروك، لا الف مبروك. شكرا. انا معانا النهارده ضيف انا الحقيقه مش عارف هو ازاي في هذه الظروف العصيبه الاسبوع لله ظروف بتاع عصيبة شهر ولا حاجة. 4 اللي دايما بيخربق الدنيا مننا خالص. معانا نادر. حبيبي انت منورنا النهارده. منورنا نادر. بس احنا اول احنا أول، إحنا لسه أول. احنا أول. لغايه ما الحلقه وأنا تنزل لسه بس أول عايزين دولة. ننزلها لا، قبل ماتش أول. قبل ماتش الاحتلال. ربنا يستر بس الحلقه سموحة تنزل عشان ايديت بس عندنا. ينزل بسرعه عشان بس نلحق نصور البتاع. عامل ايه يا نادر؟ كويس؟ الحمد لله. يعني هو إحنا- انا مش كويس بس الحمد احنا لله. إن شاء الله عندنا نبقى كويسين. عندنا حاجات كتير نتكلم فيها. انا مش عارف احنا يمكن بنحاول نتلافى الصوره اللي هي الحزينه، لا بس مش حزن في ولا ورا الصوره الحزينه برضو جزء ان احنا لسه اول دوري سواء كان ارسنال أرسنال. او زمالك. الدنيا صعبه قوي معايا في قوي. سيناريو السيناريوهات بقى اللي بعديها بتروح مستشفى ما العباسيه. أقدرش صعب. أعيش، في مش عايز سيناريو صعب مش أتخيل. عايزين نتكلم فيه. مش عايز اتخيل. حاسس لما بنتكلم في الحاجات دي بتحصل فمش هنتكلم الحمد على لله. السيناريو اللي في دماغي يعني. على الاقل طيب. احنا ضمننا الدوري مالناش دعوه احنا مالناش دعوه. آه. لسه نادر عرفت انت بنشجع بالمليون ايه جنيه. دلوقتي؟ لسه لا بنشجع فين؟ لا أظن انا ضدكم تماما. انا خسران دوري كده. انا في دوري خسرته. في دوري خسر. انتوا للاسف عشتوا تجربه الفيل اللي هو مستني يقع ده محليا واوروبيا، يعني الموضوع وافريقيا. يعني ارسنال انت متخيل ان انا ارسنال زمالك الفرقتين بينافسوا على الدوري وبينافسوا على بطوله قاريه والاثنين يعني مش ضامنين ولا ده ولا ده. رجل هنا ورجل بره. بره. موسم صفر. يعني انا بجد مش عارف. انا مثلا ممكن شهر 6 ده هكون موجود ولا لا يعني. يا اما هنا يا اما ربنا مش يستر. ما يعني. بس قبل ما تيجي ندخل على الكوره تعالى نادر شويه. نادر وارزع. في ناس كتيره يعني او كلنا عارفين نادر من ارزع اكتر. بالظبط، دي حقيقه. وانت خدت برضو خط بتاع برضو فلوجز وماتشات وكده، فادينا كده بريف سريع يعني. والله انا يعني طبعا سلامي لمروان سري اخويا الكبير طبعا. انا ومروان احنا كنا جامعه واحده بس احنا ما قابلناش بعض من الجامعه اوكي يعني. تمام، هي صدفه بحته. كنت راسم احنا اتجمعنا ازاي بسرعه كده. رسمت صلاح فنزلتها على الفيسبوك. هو ما عرفش احنا عند بعض على الفيسبوك بسبب الجامعه، بس ما قابلتوش ولا مره في الجامعه تقريبا. انا لما دخلت هو اتخرج حاجه زي كده يعني. تمام، فشاف الرسمه اللي رسمتها كلمني، انت اللي رسمها؟ رسمتها ازاي؟ كذا كذا. طب نتقابل. اتقابلنا. لا انت شاطر مش عارف ايه، تعالى نبقى. كان لسه ارزع دي مش عارف في تقريبا البدايات 10,000 سبسكرايب حاجه زي أوكي. كده في الاول خالص. احنا مع بعض هنطلع بعض وهنعلى مع بعض وبتاع. تمام انا معاك، يلا بينا. ده كان من ايه؟ ساعتها. كان 2000 وكام؟ انا 2018 انا فاكر. ده 2017 ابدا قبل كاس العالم روسيا. انا فاكر الفلوجز بتاعت مروان في في روسيا لا، دي كانت اكتر حاجه ابتدت يعني الناس بالظبط. تركز معاها فيها. بالظبط. انا روسيا دي كنت مع كنت في مروان. التيم. هو ما كانش لسه تيم. اوكي. ما كانش لسه تيم يعني. كنت انا ومروان وواحد صاحبه تمام. بس. كنت انا بقى انا تقريبا اول او تاني حد مع مروان. اوكي. من ساعتها بقى الرحله مكمله لحد دلوقتي وان شاء الله لاخر العمر يعني. ان شاء الله باذن الله. احكي لنا بس. كده على موقف سواء كان بقى في روسيا او عامه. ممكن يكون كان عدى عليك بس هو انا ما كنتش معاه في روسيا. ما كنتش معاه في روسيا. لا كنتش معاه في روسيا. معاه في الشغل بس كنت معاه معاه أوكي. كنا لسه حتى كمان كانش لسه شغل بس احنا مع بعض. يعني مع بعض مسكت الميديا، مسكت مش عارف ايه الكلام ده كله. لا هو تقريبا هو اكتر حاجه. لا بس هو مروان بالنسبه لي بصراحه يعني خدني من حته وداني في حته تانية بجد يعني. مروان من اسباب رئيسيه ان انا اكون الحمد لله في المكانه دي. انت ما كنتش اصلا ناوي تخش في حته ان انت تبقى يعني في الحته دي كرويا قوي خالص ولا انت خالص. من قبل كده اصلا كنت يعني عشان كرويا فاهم فممكن تكون راسمها؟ لا انا بحب الكوره بس ما كنتش متخيل خالص ان انا شغلي يبقى متعلق بالكوره اصلا. انا كنت في ارت تمام ديزاينرز وبتاع ولسه في الجامعه لسه سنه اولى بتاع مش عارف ايه الكلام ده كله. تمام، بس ما كنتش متخيل خالص ان انا هبقى في الكوره وشغال في الكوره والكلام ده. فلازم طبعا فضل كبير جدا لمروان في الحته دي بجد يعني. دي شهاده كبيره جدا ومكمل معاه يعني ان شاء الله باذن الله خير بقى يعني. واحنا اندمجنا قوي. انا عايز اقول لك انا اول مره اقابل مروان اول كلمه قالها لي ازيك عامل الحمد لله تمام انت بتشجع ايه؟ قلت له ارسنال. خدني بالحضن بس كده خلاص والله العظيم خدني بالحضن. بجد اصل 2018 احنا كان بقى والكلام ده. احنا يعني اقول لك على حاجه. احنا تقريبا اول رياكشن او مش اول رياكشن ده كان اكتر بدايه الرياكشنات كان فاينل اليوروبا ليج ارسنال وتشيلسي. ده كان معانا احمد كمان.
انت متخيل ده اول كنا احنا الثلاثه بس. انا شفت هازارد اللي هو ايه اخر ماتش وخلاص بقول لكم هات الكوره وخلصت 4. ما اعرفش ازاي دي كانت البدايه يعني. بس الحمد لله يعني. احكي لنا تاريخك مع زمالك وارسنال بقى، يعني الكومبو ده يعني مفيش حد ابتدى مشترك فيه كومبو معاك. هو في كتير هو في كتير زمالك ارسنال وساعات حقيقي. ريال، بس ساعات واحد بيسقط حد، يعني بص واحد يبقى زمالك هقول لك ريال على او زمالك حاجه ارسنال. هقول لك على حاجه غريبه جدا. الناس ممكن تضحك. انا وانا صغير كنت اي فريق بيلبس ابيض وفي التيشيرت بتاعه فيه احمر بشجعه، ان ده طبعاً الزمالك ده. بتاع اوروبا او الزمالك بتاع البلد دي. بجد بجد حقيقه يعني. انا وده اختيار صح. هو لا دي حقيقة وارسنال يعني. ترسانه والترسانه جار الزمالك لا وبتاع، ده ما ده نكتبهاش ده- كده لا اصلا. وتوتنهام والدنيا دي كلها. لا هي سبحان الله يعني. انا كنت مثلا بحب في المانيا شتوتجارت عشان عشان التيشيرت عشان التيشيرت. بوكا وبعد جونيورز، كده مش لا، بوكا جونيورز، اسمه ايه؟ ليفر بليت. ليفر بليت انا بحب بالظبط. لا وبعدين ايه، منتخب انا البيرو. محظوظ مثلا في حته ايه، لما انا بدات اتفرج على مثلا اوروبا كان 2008 بدايه 2006 بتاعت كاس العالم، وانا مواليد 98. فانا اللي هو 9 سنين 10 سنين كان شتوتجارت بطل الدوري. ده جت كده يعني. بالظبط. واضح ان انتوا جامدين يعني. ايه ده فريق بيكسب. ده التيشيرت دي بتكسب ساعتها. مش شغاله في مصر ليه؟ الزمالك بتاع المانيا بيكسب، الفرع بتاع مصر ما بيكسب. بيكسبش. انت قاعد تحكي عليا في حاجه. بالظبط تمام. فهي دي. لكن انا مثلا بشجع حاليا طبعا زمالك، ارسنال، مدريد. طبعا ما هو لازم بس حاجه الثلاثي- توزن. قلشت بتاع معايا عزيز برضه. الشافعي ده. بالظبط. اغنيه عزيز الشافعي. ما انا نفس الكلام، ارسنال سوري زمالك بايرن، عشان يعني مفيش يبقى- اصلا مفيش دوري ولا انجليزي. لا بخسر الدوري كل سنه واكسبه كل سنه. انا فكرت ليه علاقه بالالوان. يعني بس هي السنه اللي انت تقع في موضوع بايرن ميدو بتروح موضوع للزمالك. ميدو والزمالك ده ما ودكش توتنهام. انا ما اعرفش. انا ما بحبش توتنهام من بدري يعني. لا بص انا حبيت مين الناس بيحبه؟ شريطه سوداء. اللي ماركين ماركو هو مارك عشان ميدو يعني. ده ومارك ده طبيعي. ومارك أنا برضه. عشان ميدو ميدو برضه. برضه تمام. اي حد اسمه مارك عشان ميدو. عشان ميدو. لا انا كنت بحب قوي 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 يعني. اول ما شفته كده يعني كنت بتفرج مع بابا الله يرحمه، جو بقى الاوربت تقريبا واللي هي أيوة، الحاجات الفترة دي دي بتاعت أيوة. زمان. بيركام طبعا. يا جماعه اللعيب سلام. ده. الناس كلها طبعا هنري طبعا بس بس كان في تحت هنري لا فرقه في برضه. هو كده بس في لعيب ستايل بيركام اللي هو مختلف. مختلف تماما طبعا. ولعيب كده بيجيب اجوان غريبه وعجيبه يعني. مثلا انا واحد مثلا من الناس اللي انا بس يلا بقى فان بيرسي، طبعا. سانشيز. انا بعشق أليكسيس. سانشيز طبعا. بسبب برضو انا نفس سانشيز كمان بعد كده لما كمل برشلونه انا كان بالنسبه لي لا وخلي بالك انا اي لعيب بحبه في ارسنال بيروح الديربي على طول يعني. يعني بيرسي راح يونايتد، سانشيز راح يونايتد، أيوة. سمير نصري راح سيتي، الكلام ده كل كله. الفرق لما فضت الفتره دي. ادي بايور برضو نفس الفكره راح أيوة. سيتي، الكلام انت ده كله. شجعت ارسنال او ما لحقتهمش قوي في فتره الانفنسبلز. في البيك. لا كنت لسه ما اكدبش عليك، كنت لسه صغير بس ايه بعد بقى الانفنسبلز شويه كانوا لسه ماسكين نفسهم بالظبط. بس اللي هو ايه، اللي هو احنا بنلعب كوره حلوه. احنا بنلعب كوره حلوه. يعني انا بالنسبه لي كنت زمان مش مقتنع بحته قوي ان انا اكسب بطوله يعني. كان لسه المنطق ده مش عندي قوي. اللي هو منطق اللي عندي اللي انا الماتش هتفرج، انا النهارده هتفرج واتبسط متعه صرف. بالظبط. ما كنت لسه طفل صغير مش متخيل بقى البريمير ليج، تشامبيونز ليج، الكلام ده كله. برضو من اوائل الماتشات اللي اتفرجت عليها مثلا في حياتي في الشامبيونز ليج مثلا لايف كان الفاينل ارسنال برشلونه. ارسنال برشلونه. فاللي هو وحتى قعدت اقول والله الكوره من بره، الكوره من بره، الطرد وبتاع حرام ومش عارف ايه الكلام ده. فلا يعني هو ليا معاه حاجات كده في التاتشات. طب بالنسبه طالما جينا الارسنال، بالنسبه لك التحول اللي حصل الكام سنه اللي فاتت، سيبك من انه لسه ما جابش نتيجه، بس التحول بقى ان احنا ارسنال ممتع حتى لغايه الاجيال اللي هي بتاعت اوزيل جيرو مش عارف ايه، كنا بتجيبوا جوان مذهله بس في اخر النتيجه بس ما فيش دوري. اتحول العكس تماما، هي بقت منظومه دفاع، احسن دفاع تقريبا في العالم. بس يعني سيبك من هو لسه ما جابش نتيجه، بس هل انت كمشجع نفترض ان ارسنال خد دوري منهم مبسوط ان الهويه اتغيرت في سبيل انك تاخد بطوله او على الاقل تبقى ثابت اول تاني تشامبيونز ليج كل سنه؟ بص هقول لك على حاجه يعني. كان في منطق بيتاخد على طول. انا بالنسبه لي الاول دلوقتي زي الرابع، ما الاثنين بيروحوا تشامبيونز ليج ومش هيفتكر ان ده قعد 4 سنين 5 سنين تاني. لا هو البطل واللي بيتاهلوا تشامبيونز ليج. لكن انا بالنسبه لي ماشي، انت غيرت السيستم اللعب وغيرت سيستم المنظومه والايدنتي بتاعت النادي عشان تبقى بطل. بالظبط. انت غيرت ده وما وصلتش للنتيجه اللي انت عايزها، يبقى انت فشلت. حتى لو انت عامل نتائج، حتى لو انت موجود كل سنه في تاني الدوري، طب ماشي بعدين. يعني السنه دي ليفربول مثلا عامله سيزون زي الزفت واتأهلت تشامبيونز ليج، ما هي زيك تقريبا بعد الهيصه دي كلها تقريبا. الهدف ايه اللي حصل؟ انت حققت ايه؟
وصلت تشامبيونز ليج وده وصل تشامبيونز ليج، يبقى انت قعدت في طول السيزون على الفاضي. يعني انا عندي بوينت ممكن تبان جدليه شويه في الحته دي. انا يمكن كنت روتينج فور ارتيتا في اول فترته يعني، بس هو فعلا فكره الايدنتيتي بتاعت الفريق اللي اتغير في الوقت اللي هو كمان لا هو ما كانش بادي بالايدنتيتي دي يعني. هو كان بادي شويه واخد من مدرسه ارسن فينجر والكره الممتعه وبتاع واحده وستيل ما واحده بالظبط بدا لا انت طب انا عايز ابني فرقه ديفensive، عايز اجيب لعيبه تشيل فرقه تبقى ليدرز تبقى بتاع، بس في الاخر هو وصل لنتيجه يعني الايدنتيتي بتاعت الفريق ممكن تكون دلوقتي مش نفس الايدنتيتي اللي هو كان بادي بيها، صح. وفي نفس الوقت هو ما خدش بطوله. فانا دلوقتي السؤال ولا خدت ده ولا خدت ده. فانا دلوقتي السؤال هل ارتيتا دلوقتي هو رجل اللحظه لارسنال؟ يعني ممكن يكون كان الاستراكشرنج بتاعه في الاول وقته مناسب، بس هل هو المان اوف ذا مومنت دلوقتي؟ بس هو تكمله بقى سؤال عشان ندرس يجاوب على كله بقى. تكملتها انت دلوقتي من يعني هنعتبر ان ارتيتا ماشي النهارده، هل البروجكت ده يصلح ان في مانجر تاني من المتاحين ياخده؟ مين المقاول اللي كان شغال قبل بالظبط كده. يعني البيلد اب بتاع الفرقه دي لو مثلا قلنا تشافي الونزو جه هنعتبر هل تشافي الونزو يعرف يلعب باللعيبه اللي موجوده دلوقتي الا لو هو غير بقى وفوقهم؟ مستحيل. بص اي مدرب عنده فكر ثابت، انا الفكر ده مقتنع بيه تماما، مش هيقدر يغير الكلام ده كله. مش هيقدر يشتغل على اللي قبله، لازم يهد ويبني من الاول. تمام. المدربين اللي هيقدروا يشتغلوا او مع اي حاجه مدرب زي أليجري، مدرب زي أنشيلوتي، الكلام ده كله. لكن اي مدرب عنده سيستم واضح في اللعب وانا مش هغير اي حاجه، مش هتلاقي نجاح من دي 1. حلو. مش هتلاقي نجاح. فانت بتتكلم انه هو ارتيتا هو مان اوف ذا مومنت لحد ما يبقى فيه شخص تاني مناسب. هو مين اصلا متاح دلوقتي؟ ما دي مشكله. ما انا بالنسبه يعني لي ممكن كونتي مثلا. لا صعب. كونتي صعب جدا. يعني في مع ارسنال بالذات الموضوع هيبقى صعب. راجل مدرب تشيلسي وتوتنهام ده معدي لا هو سيبك من ككادر مدرب بيعرف يكسب دوري، بس مش دي الطريقه اللي يعرف من اللعيبه دي. يعني ما اعرفش لو كنت دي الجوب اللي قدامه في ارسنال، هو دفاعيا طبعا هيتبسط قوي بس قدام بقى ما عندوش ولا رايت وينج باك ولا ليفت وينج باك والحاجات اللي بيعملها. انا عندي برضو اقتناع برضو في حاجه ان يا جماعه فكره البروجكت اللي بيقعد 5 سنين وفي الاخر تفضل قاعد وبتاع وتجيب مدرب صغير وتبني، ده انا وجهه نظري ده نسبه نجاحه قد ايه؟ ده اثبت فشله تماما. يعني لحد دلوقتي هو ايه النجاح اللي موجود؟ هو زيدان ما كانش يعتبر بروجكت قوي يعني، مش معنى ده ريال مدريد بس اول مره يدرب في حياته كذا وكده. وارتيتا ولحد دلوقتي ارتيتا ما خدش بطوله كبيره. صح. طب بنفس البوينت بتاعت اللي انت بتتكلم فيها دي دلوقتي، هل شايف بقى نيجي بقى للدوري المحلي يعني فكره اللي الزمالك عامله دلوقتي اللي هو بيكون ايدنتيتي وفي لجنه كوره وفي جون ادوارد وكده، هل سيميلر لارسنال؟ وان شايف ان ممكن بعد 4 أو 5 سنين ده يكون ما بيجيبش نتيجه فعلا؟ عارف ان انا نقلتك نقلتك للمحلي، بس حسيت ان دي بوينت ريليتد قوي للزمالك يعني في نفس فكره الاستراكشرنج، بس احنا يمكن في اولها. بس احنا برضو في بوينت، احنا يعني ارتيتا والكلام ده كان مشروع تشوزن، احنا اتحطينا برضو مع جون ادوارد ومعتمد لو اعتبرنا كل حاجه جت صدفه يعني مفيش بيلد اب قوي يعني. جون ادوارد من السنه اللي من قبل بدايه السيزون، بس جون ادوارد برضو البلان بتاعته كانت مختلفه تماما واتحطينا في البحر سوا، حط فلوس معينه وبعد كده اتصدم ان الفلوس قلت واتحط فيها اللي انتوا عارفينها بتاعت الارض والكلام ده. فانا قصدي يعني لو اعتبرنا ان ده حتى مشروع، هو مشروع اجباري بالنسبه لجون، بالنسبه للزمالك بالنسبه لجون برضه دلوقتي احنا بص حته ارسنال انا بشوف عشان نقفلها خالص السنه دي ارسنال لو ما خدش تشامبيونز او دوري اللي خلاص هو هيجي حاله من اليأس. خلاص اتصدرت للعيبه، اتصدرت للمدرب، اتصدرت للجمهور. هي دي للاسف. ونفسيا بقى خلاص نفس اللي بيحصل. هل ده نفس الزمالك بالظبط؟ كنت لسه هقول لك نفس وانا بشوف ان الموضوع في الكوره نفسيا اكتر بكتير. يعني انت دلوقتي هو لو الموقف اتعكس، هو لو كان الاهلي هو اللي متاخر هو الثالث الدوري والاهلي اول والزمالك اللي كسب الاهلي 2-3 امبارح، كان هيقولوا ان الزمالك هياخد الدوري؟ لا طبعا. او الزمالك خلاص قريب دلوقتي من الدوري. هيقول لك لا الاهلي خسر بس ماتشه هيعدي ويكسب الماتشين الجايين عادي جدا. بالظبط. لكن دلوقتي الزمالك هو المفروض يكسب الماتشين والموضوع في ايده ومحطوط عليه بريشر. لا وبيقول لك ان لا هو الزمالك هيخلص ثالث. هيخلص ثالث ليه؟ نفسيا حط سيناريو نفسيا الموضوع نفسيا مش اكتر ولا اقل. فهو بالنسبه لي ارتيتا
لو ما خدش بطوله قويه السنه دي، وانا بالنسبه لي للاسف احنا لو خسرنا الدوري وخدنا تشامبيونز ليج، ده هيبقى عندك اللي هو ايه برضو انت متضايق. انت انت متخيل عملت ران ده من اكبر انت السيزونز لا، اللي بس فيها انت لو كسبت ران الشامبيونز ليج مع- بسبب مرة قوي. تضايق ارسنال. مش هتضايق بفكره ان انا متضايق طبعا، اول بطوله انت ليا في التاريخ بذلت الشامبيونز، مجهود، انت بذلت مجهود في الدوري، بس اللي انا هو طب انا ده البطوله دي هاخدها امتى؟ لا وفي كميه جيفنز، يعني مثلا مش السيتي عارف. في مواسمه السيزون ده يعني وحش، ليفربول بعيد طبعا، مانشستر يونايتد بيحاول يبتدي يبني بس برضه ستيل بعيد. فانت ايه الدوري اللي ممكن تاخده يبقى اسهل من كده وكل الفرق اللي بص تحتك انا مش انا قادره عندي انا مختلف في حته ان دوري سهل. يعني اصل الفرقه دي واقعه، طب ما هم كده كانوا هم بيكسبوا عشان انا واقع، ما برضو ما هو نفس كل سنه بيبقى فيه يعني معظم السنين الاخيره بيبقى فيه 2 بيجروا ورا بعض، اه ليفربول والسيتي في سيتي، سيزونز أرسنال بالظبط. كتيره. عندك سيزون كده غريب بتاع ليستر وتوتنهام، وفي الاخر بالظبط. ارسنال فنش فوقيهم يعني، مش مهم يعني، بس قصدي يعني دايما بيبقى فيه حصانين. ما انا معاك، بس انا في مش نقطه دايما برضو بيبقوا الناس أربعة مش يعني. مش واخده بالها يا جماعه. هو ليفربول وكلوب وبنى وعمل كل الكلام ده كله، هو امتى برضو كسب كام دوري من جوارديولا؟ قعد بينافسه 7 واحد. سنين، كسب 2. اتنين. كسب 2-1 اتنين. سلوت. 2-1 سلوت. لا كسب 2. كلوب كسب اتنين. واحد. كلوب كسب 1-1 كسب سلوت. واحد. ايوه ايوه ليفربول كسب في بالظبط، الايرا انا بتاع حاسب جوارديولا ان ايوه كده. لا صح. كلوب ما خدش غير واحد. كسب دوري واحد واحد بس. يعني في 7 سنين او 6 سنين. حتى برضو لو بس الكومبيتيشن الناحيه قريبه دايما، التانية بس ده بالظبط، مش بس الناحيه لازم. الثانيه هو عمل ايه؟ هو كسب الشامبيونز ووصل لفاينل الشامبيونز مرتين او 3 هو خد من مرتين كل بطوله تعتبر واحده بالظبط. فهي يعني في انت 7 سنين انت عملت انت السنه دي، انت السنه اللي فاتت وصلت سيمي فاينل تشامبيونز ليج وخرجت من البطل، تمام، وفضلت تنافس برضو لحد اخر نفس الدوريات اللي قبل كده. السنه دي انت قريب جدا ان انت توصل فاينل، وقريب جدا ان انت تكسب دوري. انا بالنسبه لي نفس الفكره برضو، بس النقطه في حاجه ان علشان ارسنال للاسف ميم بجد، دي الفيل. حقيقه. لا، الجزء بالظبط. النفسي الفيل. بتتحول هو جزء الفيل نفسي. اللي على ميم الشجرة. بالظبط. الناس مثلا مش هتعمل ميمز على ليفربول، لا ده ايه ده فضلوا مع ينافسوا، ان ده ليفربول صارف وداخل الماركت جايب هيجي يقول لك لا لعيبه ده ازاي ده اشتغلوا ومش عارف ايه، ولا وكلوب هيجي يقول لك ايه، لا ده انت في اسوأ مواسم السيتي. طب ما هو يبقى هو كان كسب قبل كده عشان انا كنت وحش مثلا، او لسه ما وصلتش. نفس الجمله تتعكس العكس، بس هو مش هيعمل الكلام ده ليه؟ حسب عشان شخصية انت النادي. بالظبط كده. احنا على فكره النقطه هو دي ده. يمكن بنتكلم فيها بنتكلم تقريبا فيه كل كتير بقى. حلقه. هل بقى هو ده الجزء اللي ناقص ارسنال من الاخر؟ يعني هو ما فيهوش جزء بقى فني، الماتشات اللي انت بتبتدي تقعها في الاخر تحس ان هي شخصيه، اللعيبه نازله اول ما بيحسوا ان هم هياخدوا الدوري تحس ان في بانيك بقى النادي كله، اللي هو ايه، الناس اللعيبة مستنياك تقع. بتخبط في الناس رجلها. السيتي الناس مستنياه يرجع، ارسنال الناس مستنياه علشان يقع. انا بشوفها ان دي خبرات، ان دي تتكسر متراكمة. امتى؟ مع بطوله كبيره. لازم. كل اللعيبه دي كل اللعيبه دي ده زي صغيرة في مورينيو السن، مش سوري اللي هي آه. لما مورينيو قال لك فوتبول هيريتج، اللي هو بالظبط. انت تاريخك انت بيخلي اللعيبه يا اما هي دي كسبت بيديفاين دي اللي انت لعيبة الحاضر النادي، اللي قاعد فيه ده. زي فكره مدريد مع الفرق يعني. بالظبط، هي نفس النقطه. انا دي بتتكسر امتى؟ بتتكسر يعني ارسنال لو خد الدوري السنه دي، انا اقول لك ان ممكن السنه الجايه يكسب الدوري عادي جدا. عادي خلاص، اتكسرت. انا فريق كبير، في حاجز لعيبتي نفسي لازم صغيره، يتكسر. مدرب كبير، خلاص احنا عدينا مرحله، احنا دي رحناها مره واثنين وثلاثه، في المره دي بقى انا كسبت، فانا خلاص انا البطل. وحتى الكامباك اللي كانوا بيقولوا خلاص هيتعمل، لا انا هيتنسي. كسرتها. لا وكمان انت عندك الفرقه كلها معدل اعمار مش كبير خالص، لا طبعا. وفي نفس الوقت هي دلوقتي دي المرحله، يا اما هياخدوا الانتصار ده ويبنوا عليه السنين الجايه انه خلاص عملناها مره نعملها تاني ويبقى فيه هدوء، يا اما العقده بقى تتبني اللي هو احنا عمرنا ما هناخد بالظبط، البطوله هي دي عشان هي الفرقه اتظبطت جامد جدا. وانت حتى كان عندك مشكله في راس الحربه، جبت جيكوريز حتى في البدايه ما كانش موفق، بدا يشتغل. وخلي بالك انا مقتنع تماما ان يا جماعه اللي كان عامله جوارديولا مع برشلونه، جوارديولا نفسه اقتنع ان ده غلط، فراح جاب هالاند اللي هو التسعه الصريح اللي بيجيب لي جوان. مش كل مره هتظبط، جوارديولا مش كل مره هيبقى ابتدى ميسي ما عملش يعني من 2016 لما ابتدى مش نفس الاستراتيجي بتاعت الفرقه. هو غير علشان يكسب. نفس الفكره اللي عملها ارتيتا، قال لك انا هلاعب هافرتس راس حربه ومش عارف ايه وما ظبطتش والكلام ده كله، اقتنع تماما لازم اجيب سترايكر 9 صريح هيجي يلعب، ده المهاجم ده اللي موجود. ده سؤال المليون استرليني، مليون جنيه المصري بتاعنا بقى. السؤال الناس كلها مش عايزين نروح المحل بس يعني احنا في البيك برضه بتاع المحل، السؤال اتسال كتير، بس احنا لازم يعني كزملكاويه الاول كده يعني نتفق على الموضوع ده. هل السيزون ده
لو طلع نبتدي بالاسوأ السيناريو للاحسن سيناريو. تمام 0 بطولات، انت خسرت فاينل كونفدراليه ان كان بطريقه اتمنى ما تكونش، يعني مش اكيد كده نكسب، بس قصدي ان شاء ما الله. تكون سيناريو مش كارثي، وخسرت الدوري وليكن بالسيناريو اللي هو الغريب بتاع الثلاث فرق نفس البوينتس. هتطلع تقول ده سيزون فاشل، مشوا جون ادوارد ومشوا معتمد جمال؟ في ايه؟ ما انت جيبها لي بقى عشان مشيه. بص هقول لك على حاجه. انت بدايه الموسم ما كانش دي الاكسبكتيشن، احنا كنا متفقين على ده. بالظبط. يا جماعه هو الزمالك في بدايه الموسم كنا عايزين ايه؟ كنا عايزين نوصل لابعد حته في توصل الكونفدرالية، للتشامبيونز ليج، كنا تتأهل نوصل للتشامبيونز ليج. الكونفدراليه الاول وبعد الكونفدرالية. كده كده ومركز بطوله معين. افريقيا. ولو عرفت تجيب افريقيا كويس، لو قدرت تكسبها ده تمام، وتوصل تتأهل قصدي Champions كده، League. من قصدي لو عرفت تجيب Champions League افريقيا أفريقيا. انت بالظبط. انت كان يعني ده كان طموح السيزون. مش عايزين نقول طموح، بس كان يعني تارجت، خليها بالظبط تارجت. بالظبط وتكسب كاس. لو تكسب كسب- كاس. لو عرفت بالظبط. في النص شبه تكسب. السيزون اللي فات، ما عدا فكره ان احنا خرجنا طلعنا بدري في الكونفدرالية. الكونفدراليه، بالظبط. وكنا برضو في موضوع الدوري ده كان بعيد، الاهلي وبيراميدز كانوا بيلعبوا بعض. بالظبط. فهو انت وصلت الحته دي. الزمالك ماتش يكسبه من الماتشين يضمن رسمي انا في دوري ابطال افريقيا. حلو. بالظبط. تمام. وفي فاينل الكونفدراليه. فانا بشوف ان الزمالك حقق 90% من الهدف اللي دخل بيه بدايه الموسم. انا بتكلم على السيناريو الاسوء الاول، هل لو ده حصل انت هتحس ان لا طبعا ده ده سيناريو انهيار ده سيناريو كارثي بالنسبه بسبب لك؟ السيناريو. عشان اتعشمنا بين قوسين، لا عشان وصلت أنت خلاص وصلت انت بالظبط. على وصلت فينش لاين. الامتار الاخيره وما عرفتش تفنش. هتكسب بقى امتى؟ ما هي دي النقطه. ان نفس شوف فكره ارسنال، بالظبط. انت هتكسب بقى امتى؟ فهيتصدر حاله يأس، هيتصدر مشاكل هتطلع، الاعلام هيتكلم مش عارف ايه. وخلي بالك احنا هنا الرياضه في مصر مش في الملعب ده 20%، 80% مشاكل محيطه بكل الكلام ده كله. وده اللي حصل في الاهلي لما تهزوا شويه، والمشاكل يعني بتهدى كانت مع قصص- الهدوء يعني وبتزيد بقى يعني مع الهزة. قصص اوضه اللبس واللعيبه بتتخانق مع الفلوس، ما هم ما قبضوش امبارح، هم من القصه دي من اول السيزون، بالظبط. بس ابتدت تطلع او تظهر لما حصل شويه نتائج لما هم اتهزت. بالنسبه لهم ما هو خلاص لما انا طلع من خسرت كل افريقيا حاجه. وخسر بالظبط كده. طب السيناريو اللي في النص، بطوله من الاثنين، لا بطوله من 2 ده نجاح، ده حلو. نجاح. بس انت هتزعل على البطوله الثانيه لان انت برضو وصلت كنت للاخر حاطط فيها. رجل فيها. يعني تزعل عليه انت كده انا انت انا في انت الاول كنادي انا بالظبط. في الاول مثلا من شهرين تقول لي اقول لك كونفدراليه رقم 1 عشان الجايزه. مش الجايزه عشان بس، سوبر افريقيا، علشان هو هتديك يعني تكسب بطوله قاريه، تعلي بطولاتك القاريه، بتدخل لك بطوله تانية تقدر تكسبها، بتدخلك ترجعك على الساحه الدوليه تاني، فلوس اكيد. بتدخل حته. خلي بالك الحاجات دي مهمه جدا للعيب اللي هيجي لك من اجنبي من بره. صح طبعا. فايمج ليك جدا. فالحاجات دي كلها مهمه، حاجات مهمه للرعاه. ومهم ان انت تتأهل تشامبيونز ليج. ما ده كده بس. انت ممكن تكسب الدوري بطوله كونفدراليه وتاخد تاني. ما بالظبط. السيناريو فانت هي دي اللي بالظبط. ناقصها على انا فكرة. ما نسال نادي كل السيناريوهات، ما انا بالظبط. معايا واحده واحده. هي انا دي هناخد النقطة. بطوله من الاثنين، فانت دلوقتي بتقول لي كان الكونفدراليه اوقع حاليا أنا بالسيناريو، انت عايز الدوري. لان انا الدوري انا فاضل لي انا فاضل لي ماتشين اكسبه. انا اكنك بتقول لي افتح الباب ده وهتخش مش يعني خلاص انت واصل. خلاص انت فينيش هتخش لاين. انت يعني شايف حاجه انت شايف الدرع. الحاجه اللي انت عايزها. بس تمام. معاك اتنين معاهم موتوسيكلات. بس انت ماشي على معاهم رجلك، انت بس ماشي على في رجلك. حاجة، بس هو في ايدك انت. صح. ما يعني حاليا اصل انت برضو يعني بنتكلم على الدوري، انت برضو في نقطه، يعني لو انا اعتبر يعني السيناريو التخيلي كل الفرق اتعادلت الليج الجايه، انت اسمك ما كسبتش لكن بس كأنك انت كسبت بالظبط. أنا عايز انت أقول ما لك، كسبتش أنا قصدي رسمي بس انت كسبت. كأن الجولة ما حصلتش. سيناريوهات الدوري فيها كالكوليتر اكتر من افريقيا يعني. بالظبط. انا بس عايز اقول حاجه للاسف يعني، او الزمالك لا قدر الله لو اتعثر قدام سموحه هو مش هيكسب دوري ولا هيكسب ولا كونفدرالية. هيكسب طبعا. نفسياً طبعا. عشان كلها هتكر. طب بالذات لو الاثنين يعني الاهلي وبيراميدز كسبوا. طبعا. مليون في المية. لان انت هتبقى داخل ماتش الكونفدراليه نفسيا انت اوت اوف جيم. بالظبط. انا مفتاح زي ما كنت بقول ان انا مفتاح الدوري بتاعي ماتش انبي اللي فات، مش الدور الاول اللي فات. هو مفتاح الدوري ماتش سموحه. شايف معتمد غلط. انا هسألك السؤال وممكن نتكلم. يعني شايف معتمد غلط في ماتش انبي وماتش الاهلي، او شايف هو غلط اكتر في ماتش من الاثنين هو ده اللي كان اثر انه يفقد 5 نقط في ماتشين ورا بعض؟ مين اللي بالنسبه لك كان ماتش اهم ان انت تكسبه؟ طبعا اكيد الديربي ليه معطيات ان انت بتبقى زمالك واهلي، اكيد اي فرقه في الاثنين حتى لو انت خسران الدوري بتبقى داخل عايز تكسب الماتش. بس وجهة نظرك معتمد اخطأ في انهي ماتش اكتر؟ انا بالنسبه لي ماتش انبي مليون في المية. انا كنت على طول بقول يا جماعه ماتش انبي اهم من ماتش الاهلي، اهم من ماتش الاهلي. انا فاكر قبل كده لما فيريرا كان موجود بيدرب غلبنا ماتشين مش اتغلبنا ماتش، احنا كان عندنا النصر
النصر مش فاكر تقريبا كان في ماتش قبل ماتش الاهلي وكان في 9 لعيبه هيتوقفوا لو خدوا انذارات. كان قبل ماتش الاهلي في الدوري، مش فاكر النصر ولا فريق تاني مش فاكر، وكان فريق بس كان فريق ضعيف. فبيسال ولاعب التسعه اساسيين ومفيش ولا واحد فيهم، وكسبنا الماتش ومفيش ولا واحد فيهم خد انذار ولا توقف ولا اي حاجه. فبيسالوه بيقولوا له انت ازاي عملت كده وبتاع، قال لهم ده ماتش ب3 نقط وده ماتش ب3 نقط. صح. انا بالنسبه لي لازم ما ينفعش اهيئ اللعيبه ان الماتش ده ماتش خلصان او ماتش مش عايزه. هعمل كده انا ما احترمتش الفرقه، هنزل يعني من الاخر كده انا ربنا مش هيوفقني. بس هو الحق يتقال بس ان هو يعني ده كلام ناس كتير المفروض ان هي قريبه من النادي، ان كل التغييرات اللي حصلت في ماتش انبي دي كانت عشان الراحه للاعبين. فيتنس، وبيقول لك الجهاز بتاع القياسات بلغ انه وفي واحد منهم اتصاب وعمر جابر اتصاب، فده الوحيد كان اللي من لعب الناس في اللي الزون المفروض كان عمر تقعد. جابر واتصاب. فهي المفروض انه سيناريو ماتش انبي جايه من هنا، ان انت كنت هتخسر اللعيبه في كل الماتشات بقى اللي جايه. بس في حته فاتت كنا بنتكلم فيها انا برضو عشان برضو ندخل نادي في القصه وجون، فكره اللعيبه اللي كان هو مراهن عليها واحنا كنا بنزق برضو كجمهور، خضري والفرنساوي ومعاه الكلام كل ده اختفوا تاني المره واحده، ما اتقلب بقوش عليهم جوه ال 18 اصلا، واتقلب عليهم بالترتيب. انا وجهه نظري معانا افكر اتقلب عليهم تقريبا بعد غلطات، يعني اعتقد خضري عمل بيلنتي في افريقيا ومحمد ابراهيم عمل اتنسى، ومحمد ابراهيم ماتش امبي اتركن، فبرضه فرنساوي ما خدش فرنساوي ما عملش حاجه قوي ان هو يعني، بس خلينا صراحه خلينا صراحه محمد ابراهيم ما بيلعبش عشان عمر جابر لو ابوزو عايز يلعب اساسي، فدي نقطه حلو. بس حتى يروتيت معاه دي نقطه بقى انا هاجي لك. الفرنساوي ما بيلعبش عشان مش عايز يجدد لحد دلوقتي، دي نقطه تانية. الخضري تقريبا نفس الفكره او مش نفس الفكره قوي، لان انت مش محتاجه قوي، لان هو اتوظف باك شمال وانت بقيت عندك فتوح وبنتايج رجع، كان ساعتها بنتايج بعيد جدا وكان مش كنا بنلعبه حتى ساعات كنا بنلعبه شمال بالظبط. ايشو لعبناه، ما هو بالظبط. انت الخضري مش محتاجه قوي دلوقتي، مع ان انا بشوف الخضري هو وينج اكتر منه باك. هو اصلا وينج، هو اصلا وانت هتستفيد منه كباك. بس نادر احنا برضو بقالنا فتره اللعيبه عاملين نقول فتنس ليه؟ ما انت حرقت نفسك، حتى تغييراتك انت بقى، حتى ماتش الاهلي امبارح انت كنت مستني مين يغير؟ يعني مين انت مغلوب؟ يعني انت مغلوب دي نقطه، انت مستني ادم كايد يلعب له كورتين جول. لا انا كنت مستني قبل ماتش الاهلي يبقى فيه تاهيل نفسي للعيبه. انا عندي مشكله جدا كبيره جدا مع محمد شحاته من بدري يا جماعه. ناصر منسي من بدري باين قوي انه اناني. ظهرت قوي في ماتش بيراميدز الدور الاول لما كسبناه 1-0 بضربه الجزاء، صح، باينه قوي. طب انت فين الكلام ده؟ الكره اللي ما ادهاش لعدي دي لا في كور كده، لا كتير جدا يعني، لا كتير جدا جدا ولما جدا. بيحط جون الموضوع بيزيد ما بيقلش، لان طبعا انت بتديله بتزود جون كمان. ده بقى جزء من حته السوشيال ميديا بصراحه. على قد ما هي حلوه ان انت بتكمل على ثقه اللعيب، وناصر ابتدى يفوق مع الهايب اللي طلع بعد ماتش المصري اللي هو الجون اللي حط. لا انا غير من السوبر من زمان بتكلم من اول القصه. ماتش المصري انت خلاص ركبته جون زي فان باستن وقعدت بقى بالظبط. بس ده لما بيزيد بقى خلاص اللعيب بيبقى مستني. ده ناصر طبعا قاعد في دماغه انا لو حطيت جون في الاهلي دلوقتي هقعد بقى ايه عليها سنه قدام. ودي ثقافه عامه زي قصه قفشه، يعني دي ثقافه موجوده في الكره المصريه عامه. بس هو اللعيب لازم يفهم بالذات في الزمالك، معلش يعني احترامي لكله، جمهور الزمالك مش بيقدر بس اللعيب بتاع اللقطه خالص. جمهور الزمالك ممكن تلاقيه سايب ماتش كسبين 5 يقول لك الارتكاز بتاعنا عمل ماتش 10/10. فنفسي اللعيبه ما تبصش للحته دي او تبص لها بدرجه اقل، لانه جمهور الزمالك مش بتاع كده خالص. والزمالك جمهوره دايما مستني نتيجه. يعني انا اسف بقطعك، بس احنا مستنيين، احنا مش هنقول ان الفرقه دي عملت نجاح غير زي ما احنا كنا بنتكلم ان الزمالك يكون اخد بطوله، اخد كونفدراليه وهننجمكم كلكم بقى يعني بالظبط. كلكم عملتوا سيزون كويس بالذات ميزانيه من نادي السيناريو السيزون كان انا سيناريو السيزون يعني انا بالظبط يعني انا مثلا انا سيناريو السيزون لو انا مثلا ثالث واخر ماتشين قدرت ابقى تاني، احنا هنبقى مبسوطين جدا واحنا في فاينل كونفدراليه. معاك ان السكواد ضعيف، معاك ان مفيش اوراق ليك، معاك ان انت كان عندك ازمات ماليه، معاك ان كان في لخبطه، معاك ان المدرب في الاول كان وحش، معاك حاجات كتير جدا. بس بعد دلوقتي ما تبقاش المبرر ليك. لا طبعا، لان انت اساسا انت عديت الصعب كله بالظبط. فانت ما تجيش في الحته وتيجي تقول لي اصل كانت ما عنديش بقى فرقه. لا طب ما انت بقى لك 10 ماتشات بتكسب بالظبط. ما عنديش انا الحته دي خالص. مش مبرر. مش مبرر. انت دلوقتي حطيتني في زون ان اي بطوله هتخسرها مش مبرر، سواء كونفدراليه سواء دوري. شايف ان الزمالك شايفين ان الزمالك محتاج نفسيا اكتر الفتره الجايه. انا محتاج لسه كنت لك سؤال ستيجمنت من النهارده لغايه يوم الثلاث 5 الساعه 8 نعمل ايه لغايه ده؟ يعني اجابه صريحه. لا انا لغايه 5 الساعه 8. بص انا جمهور، انا واحد من جمهور. انا بالنسبه لي هتكلم طبعا فني، بس انا هتكلم زي ما انا بتكلم دلوقتي.
انتوا وصلتوا نفسكم لمرحله ان انتوا دلوقتي معلش بقى مش هقول لك بقى ان انت تزعل جمهور، مش هتقول لك ان انت تزعل مش عارف ايه، مش هقول لك ان انت نفسك كلاعب انت هيتقل منك، مش من الجمهور، من الاعلام الموالي للفريق التاني. انت بص مهما انت برضه انت كنت اول وفي اخر ماتشين ما كسبتش. برضه انت مستواك واقع، انت انا وانا في اسوأ حالاتي كسبتك. انا بتكلم انت بقى كلاعب، انت كبني ادم، انت نفسيا هتتصدر ان انت على الله. مفيش، هي دي النقطه اللي انا عايز العب. انا عايز اللعيبه تنزل ماتش سموحه ده تغل. انا عايز اخد بطوله، اللعيبه لازم يبقى عندها الموتيف بتاع انا عايز بطولة. تغل، انا عايز تغل. انا لان انت معانا، احنا يعني معانا في الفكر، معانا في دماغنا ان احنا عايزين نكسب، مش حاسس انت منعزل مش عايزك ركبك بتخبط في بعض. انا بالظبط انت تخاف ليه؟ انا بالنسبه لي مثلا واحد زي محمد شحاته، انت يا محمد كنت يعني وصلت لمرحله كويسه، بس بعد كده لقينا الكيرف بينزل وشفناه كتير جدا. احنا نقول غلطات متكرره. يعني انت الناس لو بتربط الاحداث، ماتش الاتحاد السكندري الكرة فضلت في رجله قدام الجول، فضل يمشي بالعرض، الكرة تولت منه، دخل في اللعيب بتاع الاتحاد عشان الكرة تولت منه، خد طرد. وعملها قبليها مرتين، ده عملها بعديها في اوتوهو في الدقيقة برضو، فضل الكرة برضو نفس اللعبة، فالكرة اتقطعت منه، راحت للعيب شاطها، جت جون في نفس اللعبة، اتطرد صبحي ولعبت 5 دقايق بالجزيري حارس مرمى. الكلام ده كله بسبب ايه؟ بسبب نفس الخطأ المتكرر. مسك فضل الكرة في رجله 3-4 لمسات، الكرة تولت في رجله. طب انت لو كنت لعبتها من اول مرة، كل الكلام ده، انا التفاصيل الصغيرة دي تفرق، زي تفصيلة ناصر منسي في الماتش بتاع بالظبط. انا ممكن باص يبقى صح في نفس اللحظة، بعديه بثانية نفس الباص ده يبقى غلط. ايوه صح. فالكلام ده كله لازم جدا فين كابتن معتمد جلال في كل الكلام ده؟ انا بشوف الغلطات متكررة. يعني انت ماتش بلوزداد الذهاب، كلنا عارفين حسين بن عيادة بيرفع من اي حته في الملعب، وعنده بن حموده، انت شفت بن حموده مع الدوري المصري غزل مع غزل المحل، هو دي لعبته. لحد انت كورتين في العارضه، وهو دي اوفراتهم، وكسبت وربنا كرمك وكسبت. الماتش التاني انا مستني اشوف الماتش، اولا الجمهور رايح يحتفل ودي غلط، صح، اللعيبه رايحه تحتفل ودي غلط، قدام اللاعبين رايحين يحتفلوا وده غلط. بس انت فين بقى ان انت تعزل الكلام ده كله؟ بس تمام، فين الشغل الفني؟ انا لحد اخر ثانيه في الماتش مستني الجون، والكور بسبب الكره العرضيه. انا واحد مشجع بعمل حلقه على اليوتيوب بقول يا جماعه الاوفرات اعمل الفاول بعيد، ما تخلوش يرفع براحته، اثر الخطوره. يعني لو هيرفع ما تخلوش يرفع مرتاح، لو هيرفع ما تخلوش باصص وهو بيرفع، خليه يرفع اي حاجات كتير جدا. انت لحد اخر ثانيه نفس الاوفر، واللي هي الكره بتاعت الونش والدربكه وبتاع. بحيث انه اكتر معتمد بيشتغل طبعا مع كل التقدير لمعتمد. كابتن معتمد عامل موسم مش في المتوقع خالص، بس هو مؤخرا بقيت خلينا نختم بالسؤال. شايف طبعا تقدير للكابتن معتمد جاي في موسم صعب وجاي في فتره صعبه في الموسم، بس شايف ان الكابتن معتمد مؤخرا خطأه اكتر بيبقى جاي من ان هو مش بيبادر في ان هو يصلح الاخطاء بتاعت الماتشات اللي قبليها، لكن هو دايما بيبتدي بخطأ وبيحاول يتداركه في الماتش، لكن للاسف ما بيبقاش لاحق يتداركه. يعني ده يمكن اخر سؤال هنختم بيه. انا بشوف ان كابتن معتمد للاسف لما اتحط تحت ضغط ما بقاش قد الضغط ده. الضغط ده اتحط من امتى؟ من ماتش انبي اللي كان اخر ماتش في الجوله، بعد ما الاهلي، انا بقول لك الاهلي لو كان كسب طلائع الجيش زمان كان هيكسب انبي عادي جدا، لكن هو طلائع الجيش كسب الاهلي. الزمالك انت تكسب فرق 6 بونت هتنزل تكسب، لا هو الفرقه نزلت اخطاء، معرفش يهيئ الموضوع نفسي وقررت الكلام ده كله. تمام، يعني كده ده احنا كده خلصنا الفقره ان شاء الله خير. الجزء الاول من الحلقه نصور خلصنا الفقره الفنيه. دوري مصري سبسكرايب ابعتوا المروه اي زرار من الناس اللي دوسوا عليه. ماشي، ونشوفكم في الجزء الثاني من الجزء الحلقه. الثاني هيبقى فن شويه اكتر. حبيبي حلو.